تخيل ان انت قاعد بتتفرج عليا دلوقتي وفي ايدك الجهاز بتاعك اللي بتتفرج عليا منه، وطبعا فاكر ان انت في امان وما عندكش اي فكرة ان ممكن حد يكون بيتابعك من الجهاز اللي في ايدك ده عشان يستغل اغلى حاجة هي انت بتملكها، وهي طبعا معلوماتك. اهلا بيكم في سيك لينك، انا سيف لاشين، والنهارده هنفتح ملف اخطر الهاكرز اللي مروا على تاريخ الانترنت كله. ناس ما كانش عندهم رحمه، ما كانش عندهم شفقه، ناس قدرت تغير قرارات دول وكمان تسرق مليارات. هل انت مستعد عشان تعرف مين هما؟ لو مستعد اكتب تام في الكومنت ويلا بينا عشان ما اطولش عليك. وطبعا ما ينفعش نبدا موضوعنا ده الا لما نتكلم عن شبح الانترنت، وطبعا هو كيفن ميتنيك، لان الراجل ده كان يصنف لاخطر هاكر في امريكا. الراجل ده ما كانش هاكر عادي، ده كان اسطوره. في جيل الثمانينات والتسعينات قبل ما الانترنت يبقى بالتعقيد بتاع النهارده، ميتنيك كان عنده القدره انه يخترق شركات عملاقه في الكمبيوتر وكمان في التليفون، زي مثلا شركه موتوريلا وشركه نوكيا. كان عنده القدرة انه يوصل لأي بيانات مهما كانت ايه هي قوتها او مهما كانت سريتها في الشركات دي. وعشان كده الاف بي اي صنفه انه يعتبر اخطر هاكر في امريكا كلها. ميتنيك ما كانش بيستخدم ادوات معقدة عشان يتم اختراق الشركات دي من خلاله، لا بالعكس، ده كان بيستخدم الهندسة الاجتماعية عشان يقدر يقنع الموظفين اللي شغالين في الشركات دي عشان يسلموه بنفسهم المفاتيح اللي من خلالها يقدر يخش على النظام وبمنتهى السهولة. كمان كان بينتحل شخصيات بعض الموظفين عشان يقدر يتواصل معاهم ويخليهم يدوله حاجات تساعده في اختراق الشركات. فكان بصراحة من رأيي الشخصي من أذكى الهاكرز على مر التاريخ، لدرجة إنه قعد سنين مطارد من الاف بي اي، لدرجة إن هم شكلوا فريق مخصوص للبحث عنه لحد طبعا ما تم القبض عليه. ومن هنا انتهت قصته ورحلته في عالم الهاكرز، ولكن لحد النهارده قصته الشخصية لسه بتتحكي. بس قول لي بقى رأيك هنا في تساؤل مهم جدا. تفتكر لو كيفن ميتنيك كان موجود معانا لحد دلوقتي في عصر الذكاء الاصطناعي والتطورات دي كلها كان ممكن يعمل ايه؟ سيب له رأيك في الكومنت ويلا بينا نخش على الشخصية اللي بعده، لانها هتكون شخصية جهنمية. ودلوقتي بقى جه ميعادنا عن البطل العربي، او زي ما العالم بيسميه الهاكر المبتسم. وطبعا معنى كلامنا اننا بنتكلم عن حمزة بن دلاج. وده بقى شاب جزائري كان في عصره يعتبر روبن هود العصر الرقمي، اللي حير الاف بي اي لسنوات طويلة، وطبعا لحد ما اتقبض عليه وهو في المطار. المهم بقى مش ده الموضوع، موضوعنا اننا بنتكلم عن شخص قدر يخترق اكتر من 200 بنك وسرق منهم ملايين الدولارات. الغريب بقى في الموضوع ده انه ما كانش بيصرف الفلوس دي على نفسه، وهنعرف دلوقتي هو كان بيعمل بيها ايه بالظبط. حمزة كان بيتبرع بالملايين دي لجمعيات خيرية ومؤسسات في فلسطين وفي افريقيا وكمان في بعض الدول التانية. كان بيشوف نفسه محارب بيحارب الظلم ولكن بطريقته الخاصة. ولحظة القبض عليه في سنة 2013 لما اتقبض عليه في تايلاند، ابتسم ابتسامة هزت العالم كله ساعتها، خلت الناس كلها بتتساءل هو الراجل ده وراه ايه بالظبط. بس هو بابتسامته دي كان بيقول انا عملت اللي عليا ومش ندمان. حمزة بن دلاج يا ترى هو مجرم سرق بنوك ولا بطل قومي كان بيساعد الفقراء والمحتاجين بطريقته الخاصة؟ السؤال ده ليك انت يا صديقي، سيب لي رأيك في الكومنتات وقول لي هل الغاية تبرر الوسيلة في حالة حمزة ولا ليك رأي مختلف؟ ومن حمزة بقى نطلع على جيش الظل الانونيموس، الفريق اللي مش معروف له قائد ولا حتى مقر، الفريق اللي هدفه محاربة الظلم والفساد في العالم كله، الفريق اللي يقدر يستخدم ويوصل لأي معلومة ويشل بنية تحتية لدول تانية من غير ولا رصاص. الاختراقات دي هي مش مجرد سرقة معلومات وخلاص، لا، دي ممكن تشل بنية تحتية لدول كاملة، تقطع عنها كهرباء، مية، اتصالات. الحرب دي حرب من نوع مختلف، حرب ما فيهاش ولا رصاصة، لكنها اخطر بكتير من الحروب اللي فيها رصاص، لانها ما بيبقاش معروف فيها مين اللي كسبان، لانها حرب بتقوم في الظل. عالم الهاكرز هو عالم مرعب وكمان مثير، وبيأثر في حياتنا اكتر مما نتخيل. في ناس بتستخدم عبقريتها وذكائها في انها تعمل الخير، وناس بتستخدمه في انها تعمل الشر. لو لسه قلبك جامد ومكمل معايا لحد هنا يبقى مكانك معانا في سيك لينك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان الحلقة الجاية هنفتح ملف القتلة المأجورين على الدارك ويب، وهل فعلا تقدر بالبيتكوين تشتري قاتل مأجور يعمل لك اللي انت عايزه؟ هنعرف اجابة الموضوع ده في الحلقة الجاية. انا سيف لاشين واشوفكم على خير، او يمكن في مكان تاني خالص. سلام.